وأما إن سألتم عن غزوة أحد فذلك اليوم هو يوم طلحة. يوم طلحة يوم هذا البطل المغوار وهذا البطل المقدام. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: كان إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك اليوم كله لطلحة. فإن طلحة رضي الله تعالى عنه عندما التف المشركون على رسول الله قدم جسده يتقي بها النبال ويتقي بها السهام، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصيب ب20 في جسده، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم رضي الله تعالى عنه، حتى شلت يده وصارت شلا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه لما التف المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان عنده 12 رجلا من الأنصار فيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فلما اقترب المشركون من رسول الله قال النبي: من لهم؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله. قال: أنت مكانك. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله. قال: مكانك. فقام آخر فقاتل حتى قتل، ثم قام الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى لم يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا البطل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فقال النبي وقد التفت فلم يرى إلا طلحة. قال: من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. فجعل طلحة يقدم جسده ويقدم نفسه تضحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قطعت أصابعه وسقطت أصابعه. فقال: حس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة وهم ينظرون. رضي الله عنك يا أبا محمد على هذه التضحية العظيمة وعلى هذا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.